الاربعاء انا في افغانستان. ماكو عقد ماكو شيء، اوقع العقد هناك. ترى وقعت العقد يمكن بعد ما وصلت بشهر، اعتقد اني وقعته. مو متاكد، بس بالمؤتمر الصحفي حطينا بس ورق كذي على اساس انك قاعد توقع عقد وكذي. في شيء اسمه الثقه، في رجوله بالتعامل. انت عارف انه ما راح يصير شيء في النهايه، في التزام ادبي موجود وفي علاقه شخصيه. وبعدين لما جيت افغانستان انا اول شخص كلمني شلون لما دشيت من برا افغانستان يشتغل في افغانستان خلال حقبه حكومه طالبان. يعني تخيل اول واحد يدش افغانستان من 2 سنين كعمل، مو سياحه، مو تصوير، مو هذه المنظمات الدوليه، لا جاي يشتغل في افغانستان. فكان تعامل الكل وياي غير. يعني مثلا حجزوا لي التذكره ايكونومي، رحت المطار الكويت، هم اعلنوا عن الخبر انه وقعنا ويا المطيري مدرب حلو. طيب بعدها انا رايح المطار يمكن 4-5. فلما رحت المطار لقيت مدير فرع الشركه الافغانيه، طيران الافغاني في الكويت. قال لي انت المطيري؟ قلت له ايه. قال لي يلا ودوا بزنس. استغربت هذا ايش فيه؟ بزنس. ركبت رحت المطار، لقيت احنا الحين تونا هبطنا بيفتحون الباب، طبعا ما في خراطيم كل البوابات، احنا كنا درج. فقالوا يلا تعال اول واحد. ليش؟ تعال. فطلعت، انت عبد الله؟ انا عبد الله، تعال. فطلعت لقيت سياره تحت عند الدرج، ركبتها وودوني الفي اي. استغربت هذا ايش فيهم؟ في النهايه انت مدرب، بس هم ما يشوفونك مدرب. شنو نظرته لك؟ شو يشوفك؟ ان اشجع رجل في العالم. لانك جيت افغانستان. لان جيت افغانستان. فتختلف. هم عارفين ان ما حد يقبل. لا ما حد. من اللي بيروح زين قول لي هناك شلون التعامل؟ هناك؟ اول ما طلعت من المطار يعني انصدمت، اول صدمه لي لما طلعت من المطار شفت بنات يمشون بملفع. فاللي وياي قلت له شلون هذول؟ ما ماتوا. قال لي كل اللي تشوفه بالاعلام كذا. بعد ما قعدت في افغانستان فتره اطول، قعدت تقريبا شهر، عرفت ان المشكله الحقيقيه مو في طالبان. المشكله الحقيقيه انهم مسلمين. لو كانوا طالبان حركه مو مسلمه، ترى ما راح تصير اي مشكله، عادي ولا كنا في شيء. بس كثير دول يعني لا ما صار. شوف واجد، مثلا الروهينجا كل يوم يموتون في ميانمار. ما حد قال ميانمار انت دوله مو زينه، لا بالعكس اعطوهم جائزه نوبل للسلام. الكيان المحتل دخل بالدبابات الملاعب الفلسطينيه، ما شفنا احد قال لهم انتم مو زينين. هي حرب ضد الاسلام. طالبان كحركه لها ما لها وعليها ما عليها. لكن اللي انا شفته في الشهر اللي قعدته، وانا زرت اكثر من مدينه، قعدت مع اكثر من شخص، المفارقه حكومه طالبان اللي يقولون عنها تخلف بنت اكبر مصنع ادويه اللي يسوي اكتفاء ذاتي في الادويه في افغانستان. في داخل افغانستان. طيب عندهم اكتفاء ذاتي في الغذاء. الدولة الوحيدة في وسط آسيا في الصراع هذا اللي هو مثلا إيران، باكستان، الهند، دول وسط آسيا اللي عندهم نوعا ما ثبات اقتصادي، ما عندهم مشكلات اقتصادية كبيرة. طيب فهي دولة قاعد تشتغل. واللي قاعد لكن لو هذا شوف أنا ما شفت ولا شيء بعيني. وكل ما أسأل لي أفغاني يقول أنا مستانس. في ناس برا مو مستانسين صح، في ناس كانوا تبع الحكومة السابقة. اللي بالمناسبة عمرك نمت على فلوس؟ لا ما حد لا شلون ما حد؟ لا في نام ناس على نامت. فلوس؟ نام على فلوس. شلون ينام على فلوس؟ اوكي. لما كنا بزيارة رئيس الوزراء
فهو في القصر السابق اللي كان للرئيس، فوراني صورة غرفة نوم. طيب. سرير سرير نائب الرئيس السابق اسمه عبد الله عبد الله. لما ترفع الفراش 10 مليون دولار، مصورينها فيديو. فلما شفتها انصدمت، قلت هذا صدق؟ طلع في ناس تنام على فلوس صدق. اللي مستفيد من الفساد لا يمكن يقبل اي تغيير. هذه قاعدة إنسانية موجودة، سواء بأفغانستان، بالكويت، بأمريكا، بكل أي مكان في العالم. اللي مستفيد من الفساد لا يمكن يقبل تغييره. فأنت جيت غيرت نظام كامل وحطيت نظام إسلامي يعتمد على الحقوق والواجبات. الشغلة الثانية اكيد الطرف الثاني ما راح يكون. ما راح يقبل. يعني مثلا في أكبر الوزراء في الحكومة السابقة الحين يشتغل مراسل، مو مراسل، توصيل طلبات في أوروبا. لو كان هذا الشخص عمل لصالح أفغانستان يوم ما كان وزير، ما راح يوصل المرحلة هذه. احنا عندنا مشكلة، ما نفكر في المستقبل، نفكر في اللحظة هذه. فأفغانستان بالنسبة لي لا تعتبر وظيفة، مو وظيفة، شنو هي تعتبرها؟ حرب. رسالة. حرب. انت تبي تصحح صورة موجودة عن ناس ما لهم شغل بشيء. يعني مثلا انت تقول ان النساء يضربون ويمنعون من التعليم، صح؟ الكلام هذا غير صحيح. انت شفته. لحد عمر 14 يدرسون، بعد عمر 14 في مشكلة ان الجامعات اكثر الدكاترة هاجروا برا، فعندك ما في عندهم مشكلة. طاقة استيعابية. الحين اتفقوا مع الحكومة الإيرانية والحكومة الصينية راح يعيدون افتتاح الجامعات، وموجودة الفتوى أقدر أدزها لك. فتوى من علماء طبعا هم يسمونها الإمارة الإسلامية. ففتوى من العلماء بجواز التعليم وعمل المرأة، وفيها الآن نساء يشتغلون. طيب. أنا شفتهم. طيب. فمو كل شيء بالإعلام الحياة صحيح. بشكل عام، حياة حلوة، مجمعات، فندق اللي شوف. طبعا يوم كان الحكومة السابقة كانوا طالبان متمردين، فباب غرفتي بالفندق فيه 16 قفل. 16 قفل. ليش؟ فطبعا 16 قفل هو يخافون. فأنا أول يوم ليش قفلت كله 16. بعد ثاني يوم كنا الأمور عادية، الثالث يوم، رابع يوم، الحين أنام باب مفتوح. خلاص عرفت إن هم مجرد ثوار لهم أخطاء في الحقبة الأولى اللي بالتسعينات لما حكموا. اليوم يحاولون تصحيحه أكثر مرونة، أكثر ليونة. عندهم رغبة أنهم يكونوا مع كل الدول في علاقات. عندهم علاقة الحين ويا إيران ويا أمريكا ويا كذا دولة. الاعتراف بهم أو عدم الاعتراف بهم هذه مسألة تخص كل دولة، لكن واقعيا على أرض الواقع هي دولة قائمة. زين، السؤال اللي أنا سألته الشخص لما قال لي أنت مشارك في جريمة قتل الأفغانيين، لأن أنت قاعد تساند منتخب أفغانستان، درب منتخب أفغانستان، فأنت ضدهم، ضد الأفغان. فالسؤال اللي سألته، لو كانت حركة طالبان غير مسلمة، كم واحد أو كم دولة راح تعترف فيها دايركت؟ خلي الشعب مو مهم بالنسبة للدول، مو مهم الشعب. لو كانت الحكومة هذه، الحركة هذه غير مسلمة، تعتقد أنه راح يكون الوضع أفضل؟ هي مشكلتهم أن دولة فيها وازع ديني كبير. يعني اليوم واحد يقول ما في سعادة بأفغانستان، أكثر شعب تعيس في العالم أو أكثر دولة تعيسة في العالم. بس تعال الدولة التعيسة هذه ما في حفرة بالشارع. بعد شوارعهم؟ أي شوارعهم 100. أحسن شوارعنا؟ أنا ودي أدعو الكويتيين تعالوا شوارعنا. أنت تتكلم عن أمانة في العمل، صدق. أنا ما يهمني هو هم يبون يصلون، خلهم يصلون. يبون يحجون، خلهم يحجون. وين المشكلة؟ احنا ليش نتعامل نرفض كل ما هو إسلامي؟ هذا الشو اللي سويته كان نتيجة طبيعية لتعامل
ما ابي اقول كلمه يعني، خلينا نقول تعامل ما في احترام. ترى مثلا احنا كاتحاد افغاني لما ندز لي اتحاد في مشكله كبيره يعاملوننا متوحشين، همج، قتله، ارهابيين. حتى في مراسلات الاتحاد. مراسلات اتحاد باي مكان تبي تسافر الفيز تاخذ وقت اطول، بالمطار تاخذ وقت اطول، بالترانزيت وقت اطول، بالتشيك الجوازات وقت اطول، فكل شيء مختلف. فلما جيت لحظه المباراه، هي وين كانت البطوله؟ البطوله في قرقستان. بس تدري ان رئيس الاتحاد قايل لي لو خسرنا 4-5 ترى انجاز. انا خسران 1-0 دقيقه 97، يعني مو فارقه وياي. بس كان لازم في لحظه تقول ستوب خلاص. فلما سحبت اللاعبين، شوف اللي سويته غلط في كل المقاييس، غلط. بس ساعات انت تسوي شيء غلط عشان توصل شيء صح. فرق وياهم التعامل بعد المباراة، بعد ما انسحبنا فرق حيل. مثل الازعاج اللي كان بالفندق وقف. الفيفا والاتحاد الاسيوي بدا يسوي لنا مراسلات افضل، التعامل يتغير. في دول بدات تخاطبنا، احنا بشر بالنهايه. انت ما عندك مشكله ويا طالبان روح تهاوش يا طالبان، احنا منتخب كره قدم ما لنا علاقه في المساله هذه. فكان في هجوم كبير حتى من الاعلام اللي خارج افغانستان، أن دمر صورة أفغانستان والكلام هذا. فطلع فيديو مقطع صغير قلت فيه أنا مرة واحدة ناخذ قرار عشان نحترم بقية عمرنا. فهذا ترك غير النظرة كاملة، فتغير الموقف بالكامل. الناس اللي كانت تنتقدني أصبحت مجبرة أنها خلنا نقول ما تنتقدني، لأن لما سويت الموقف مو عشاني أنا، أصلا أنا حركت أصلا سيرتي الذاتية. ترى أنا الحين خسرت حتى مستقبل التدريبي في القرار هذا، وأنا عارف أنه خسرته، بس كان لازم نضع حد لامتهان كرامتنا احنا كأفغان. هذا خلاص لازم يوقف، ما يصير تنطرني بالمطار 16 ساعة. زين أنا عندي فيزا، ليش ما تدخلني؟ ليش ما أقدر أنام مثل الأوادم في الفندق؟ ليش كل المنتخبات تروح فندق 5 نجوم إلا حنا 4 نجوم؟ ليش؟ هذا كان صاير معك؟ إيه. فإذا بتعاملني إني أنا دولة أقل، لا ستوب، بطولتك هذه ما احتاجها. فاللي صار بعدها لما جم الاتحادات، اتحاد وسط آسيا، وجم ممثل من الفيفا وهذا، فقال للأفغان الحل بسيط، تدفعون غرامة 50,000 واطلعوا برا الفندق. فالاتحاد الأفغاني قال ندفع حتى 100,000 وعادي ننام بالشارع ما عندنا مشكلة. قال لهم خلاص شيلوا المدرب وتكملون بالبطولة. فجبنا ورقة صغيرة يمكن، وكتب رئيس الاتحاد تم تمديد عقد المدرب 2 إضافية، ووقعه واختمه. رد عليه قالوا بنوقفكم سنة، قالوا وقفونا 10، لأن قرار المدرب صار في إيقاف؟ لا خلاص انتهى الموضوع، سكرناه. ليش؟ لأن الكرامة أهم من لعب مباراة. ما يصير منتخب ما يعامل، احنا منتخب لما نروح منتخب احنا نمثل دولة، احنا مو جاي من الشارع. فالتعامل الحسن المفروض يكون موجود، فكانت هذه المشكلة.